السلام عليكم. في صيف 2026 أعلن 10 نجوم كبار رحيلهم الرسمي عن أنديتهم، بعضهم مجانا وبعضهم يعتزل وبعضهم يبحث عن تحدي جديد. اليوم عد تنازلي خاص من 10 إلى 1 مع تقرير مفصل عن تاريخ كل لاعب مع ناديه. لا تفوتوا رقم 1، ابدأوا الآن. في المركز العاشر إبراهيم كوناتي، مدافع ليفربول، انضم إلى ليفربول في صيف 2021 قادما من لايبزيغ مقابل 36 مليون جنيه استرليني. خلال 5 مواسم خاض أكثر من 180 مباراة، سجل 7 أهداف وفاز بالدوري الإنجليزي وكأس الرابطة وكأس الاتحاد. كوناتي كان شريك فان دايك الأساسي، لكنه رفض عروض التجديد بسبب خلافات مالية. عقده ينتهي هذا الصيف وأصبح متاحا مجانا. ارتبط ارتباطات قوية مع باريس سان جيرمان وريال مدريد وبايرن ميونخ. رحيل مؤلم لأنفيلد، لاعب من طراز عالمي في ال27 من عمره. التاسع داني باريخو، قائد وسط فياريال، انضم إلى فياريال عام 2020 قادما من فالنسيا، ولعب 6 مواسم حاسمة. شارك في أكثر من 260 مباراة، ساهم في الفوز بدوري الأوروبي 2021 وقاد الفريق بثبات في الليغا. في عمر 37 من عمره أعلن النادي رحيله من نهاية الموسم، من المحتمل أن يعتزل أو يبحث عن تجربة جديدة أخيرة. لاعب يمثل الاحترافية والقيادة. نهاية عصر في سيراميكا. الثامن سفيان بوفال، النجم المغربي، بعد مسيرة حافلة مع ساوثهامبتون وليل وأنجيه انضم للو هافر في يناير 2026 وساهم في بقاء الفريق. أعلن رحيله بعد 5 شهور فقط. اللاعب البالغ 32 عام يبحث عن وجهة جديدة، ربما في الدوريات الخليجية أو عودة إلى المغرب. مهاجم مبدع معروف بمهاراته الفردية ومساهمته مع المنتخب. السابع سيزار أزبيليكويتا، الأسطورة الإسبانية، بعد 11 عام أسطورية مع تشيلسي، أكثر من 500 مباراة، قائد فاز بكل شيء. انتقل إلى أتلتيكو ثم إشبيليا. في 36 من عمره أعلن اعتزاله بنهاية الموسم مع إشبيليا. لاعب يضرب به المثل في الاحترافية والولاء. نهاية مسيرة حافلة بالألقاب. السادس بيدرو رودريغيز، الإسباني المخضرم، بعد سنوات في برشلونة وتشيلسي انتقل إلى لاتسيو. أعلن رحيله بنهاية الموسم بعد 4 سنوات في إيطاليا. لاعب فاز بدوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية، معروفا بأهدافه الحاسمة. في 38 من عمره قد يعتزل أو يستمر في دوري آخر. الخامس جورجينيو فيلاندوم، أسطورة ليفربول، لاعب في ليفربول من عام 2016 إلى 2021، ثم انتقل إلى باريس سان جيرمان وروما والاتفاق السعودي. أعلن رحيله عن الاتفاق بعد موسم قوي. اللاعب الهولندي البالغ 35 عام يبحث عن عودة إلى أوروبا ربما. محرك وسط لا يتوقف، ساهم بأمجاد ليفربول. الرابع جيمس ميلنر، الآلة الإنجليزية، بعد مسيرة طويلة مع ليفربول 8 سنوات انتقل إلى برايتون عام 2023 ومدد عقده حتى 2026. أعلن اعتزاله في ال40 من عمره بعد 24 موسما احترافيا، حامل الرقم القياسي في مباريات البريمير ليج، رمزا للاستمرارية والاحتراف. الثالث تياغو سيلفا، قائد الدفاع البرازيلي الأسطوري، بعد تشيلسي وباريس وفلومونينسي عاد إلى بورتو في 2026. أعلن رحيله بعد فترة قصيرة في 41 من عمره. يعتبر من أعظم المدافعين في التاريخ. رحيل ينهي عصرا كاملا. الثاني ديفيد ألابا، انضم إلى ريال مدريد عام 2021. لعب 5 مواسم فاز فيها بألقاب عديدة. أعلن النادي رحيله بنهاية الموسم. النمساوي متعدد المهام، مدافع وظهير، رغم الإصابات بقي قائدا. في 33 من عمره وجهة محتملة في البريمير ليج أو السعودية. والمركز الأول مالاسيا، الظهير الهولندي الشاب الذي أعلن مانشستر يونايتد رحيله الرسمي بنهاية عقده هذا الموسم الصيف 2026. انضم مالاسيا إلى مانشستر يونايتد في صيف 2022 قادما من فيونورد الهولندي مقابل حوالي 15 مليون يورو، وكان أول صفقة للمدرب إيريك تين هاغ. وقع عقد لمدة 4 سنوات حتى يونيو 2026. في موسمه الأول 2022-2023 أظهر إمكانيات كبيرة، خاض 39 مباراة وقدم
منافسة قوية للوك شو، وساهم فوز الفريق بكأس الرابطة، لكنه تعرض لإصابات خطيرة في الركبة بعدته لفترات طويلة. خاض على مدار 4 سنوات حوالي 49 مباراة فقط مع الفريق الأول، أُعير إلى بي إس في إيندهوفن في 2025، وعند عودته لم يحصل على فرص كافية، مشاركتان فقط، في موسم 2025-26. مانشستر يونايتد أصدر بيانا رسميا يشكره فيه ويتمنى له التوفيق في الخطوة القادمة. اللاعب البالغ من العمر 26 عام أصبح حرا هذا الصيف، ومن المتوقع أن يكون مطلوبا في عدة أندية أوروبية تبحث عن ظهير أيسر شاب وقوي بدنيا وسريع. رحيل يعكس قصة الإصابات التي أثرت على مسيرة لاعب كان ينظر إليه كمستقبل الظهير الأيسر في الأولد ترافورد. هؤلاء هم أبرز 10 نجوم رحلوا هذا الصيف. من الأكثر تأثيرا برأيكم؟ ما الأكثر تأثيرا برأيكم؟ اكتبوا في التعليقات. لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة للمزيد من التقارير الحصرية. أشوفكم في الفيديو القادم. سلام.